ما تيجوا كده اقول لكم، انا واحده بتخاف من الاونلاين مع ان شغلي كله اونلاين. ليه؟ زي معظم الناس او تلات ارباع الناس اللي هي بتخاف من الاونلاين. لان زي ما في ناس بتشتغل من بيتها بالحلال وبتتقي الله، في ناس بتبوظ سمعة الاونلاين ان هم بيبقوا مش كويسين. عشان كده انا بحاول على قد ما اقدر اعرف الناس ان اميرة مكي دي الحمد لله شغلها توب ومفيش زيه، وان شغل اونلاين معايا كانه مش اونلاين، كانه في مكانك وانت بتيجي لحد المكان. يعني الواحده لو الشغل بتاعها حصل فيه اي حاجه انا بعمل لها غيره، ولو في حاجه غير كده يطلعوا ويقولوا. تمام. ايه اللي خلاني اقول كده؟ اللي خلاني اقول كده ان انا يعني ما بشتريش حاجه اونلاين خالص. بس في واحده كلمتني وقالت لي ان احنا عندنا منحى العسل، فعايزاكي تعملي لي اعلان وكده وتسيبي لي رقمي والكلام ده. فانا بصراحه اللي هو ايه يعني، قلقت. فقلت لها طيب ممكن تبعتي لي برطمان؟ هو البرطمان بكام؟ قالت لي البرطمان ب 150. قلت لها تمام ماشي، ابعتي لي برطمان وابعتي لي رقم على فودافون كاش، لو العسل عجبني هبعت لك الفلوس، ما عجبنيش هرجعه لك تاني وهنزله هنا. فردت قالت لي ماشي. فبعتت لي برطمان العسل، اول مره يجي لي جفت. فقبل ما يتفتح مش عارفه ليه جالي هس هس كده. قلت لها ابعتي لي الرقم بتاع فودافون كاش. ردت قالت لي ليه؟ مش لما تجربيه الاول؟ لو ما عجبكيش ابعتيه لي تاني وما تبعتيش فلوس. قلت لها مش عارفه ليه انا واثقه فيكي، لان هي حسستني من طريقه كلامها ان اميره اللي بتتكلم. ردت قالت لي المنحل ده بتاعي انا وزوجي اقسم بالله، وعندنا جميع انواع العسل وعندنا الشمع وعندنا كل حاجه. فقلت لها انا واثقه فيكي وواثقه في كلامك، عشان خاطري بعتي لي رقم فودافون كاش. بصراحه هي ما كانتش راضيه خالص خالص، بس انا اللي اصريت عليه. حسيت ان انا مش هبقى مرتاحه، قلت والله العظيم ما هفتحه غير لما ادفع حقه. فانا قلت اما اجربه معاكم وافتحه معاكم. انا ولادي بيحبوا العسل النحل، فانا بصراحه مهما اجيبه غالي ما برتاحش فيه. فقلت ان هي ادام هي واثقه من شغلها اكيد هيجي كويس، وطريقه كلامها خلتني اثق فيها. وقالت لي اي حد هيجي من طرفك هيبقى له خصم ان شاء الله، لان السعر ده في العرض، سعر البرطمان ده في العرض. فانا بصراحه مبسوطه جدا عشان اتعاملت معاها، وان انا اول مره يجي لي جفت. وعلى فكره دي مش اول مره حد يقول لي اعرضي لي شغلي وجالي ناس تبعك. بصوا المنحل ده خاص بيها هي وزوجها وبتشتغل من البيت. يعني ده باب رزقها هي وجوزها. بصوا التغليف في الشنطه بتاعت البريد، هي شحنها لي بريد. على فكره هو جاي لي بقاله دلوقتي حوالي 4 ايام، بس انا اللي مش مالكه ان انا اصور. وفي الشنطه دي، وده برطمان العسل. بصوا عسل زهرة البرسيم. الرقم بتاعها انا هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. هي من مدينة طنطا. وهنجربه سوا. بصوا انا ماليش في العسل قوي، بس انا بعمل دايت، فقلت بدل ما انا ما احط على اليانسون سكر او سكر دايت او على القهوه لما باجي اشربها، هحط معلقه عسل نحل لانها بتساعد جدا في الدايت. بصوا هو انا توقعت ان هيبقى فيه شمع على وش العسل، بس ما فيش شمع. انا ممكن اطلب منها طبق شمع لوحده. بصوا العسل طبعا هو مش محطوط في التلاجة بصراحة، والجو ولعة فممكن عشان يكون كده. بصوا العسل ما شاء الله. انا مش عارفة، حاسة ان هو حلو. انا ما بحبوش بس انا هدوقه. هو انا بحبه على العصير، العصاير، المشروبات، لكن ان انا اكله كده والله العظيم جميل. مش عشان قدام الكاميرا او علشان خاطر هي جايبه لي حاجه زي كده، انا دافعه فلوسها، وانا عمري ما هدفع فلوس في حاجه ومش هقول كلمه الحق. تمام. زي ما الناس بالظبط اللي بيعملوا لي الريفيوهات و... وبيبقوا دافعين الوفات وبيعملوا له ريفيوهات عشان الشغل بيبقى عاجبهم ويستاهل ان انا يتعمل لي ريفيو. ده كده خلصنا كده من برطمان العسل الجميل ده. ما شاء الله هو شكله كيلو.
البرطمان كبير يا جماعه، ممكن تكون الكاميرا مش ظاهراه. انا هسيب لكم ارقامها في اول تعليق مثبت، اللي حابب يطلب منها حاجه ويعرفها ان هو جاي من ناحيتي هتعمل له خصم، وهتديله في العرض بتاعها اللي هي العرض اللي هي شغاله بيه دلوقتي. تاني حاجه، حته ان واحده ناس اخدت لي سكرينات وبعتتها لي على الواتس، ان حد تعجبه افكاري ويطبقها قبل ما انا ما اطبقها عندي، دي حاجه تفرحني. وحته ان عناويني العنوان يتاخد كوبي وتعملوا لها على فيديو، ده برضو حاجه تفرحني. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا حبيبه قلبي، بما انك متابعاني اول باول، خلي حاجه خاصه بيكي. يعني خدت الفكره تمام ماشي، نسبتيها ليكي مفيش مشكله، انا ما عنديش اي مشكله، لكن ما تبقيش تاخدي كل حاجه كوبي. خلي حاجه خاصه بيكي انت، على الاقل لما تحسي انك انت نجحتي، تحسي ان انت تعبتي في الحاجه دي، وان انت جايباها من مجهودك انت، مش واخداها من شخص. انا بتكلم بالنسبه لاميره، لان الحمد لله انا لما بعمل حاجه معاكم بعملها مني انا وفكرتي انا، ولما حاجه ببقى شايفاها وعايزه اعرفكم عليها بقول لكم عليها، ان انا شفتها على مثلا على قناه تانية، او شفتها على تيك توك، او شفت حد بيستخدمها فقلت اما اعرفكم الفكره دي. فانتي بلاش تاخدي كل حاجه كوبي كده. حتى الصور اللي انا بحطها على الفيديوهات، بص والله العظيم انا ما شاغله دماغي خالص، بس هي جات لي كده سكريا للعنوان بتاع الفيديو والكلام اللي بيتقال، حتى نفس الافكار. سبحان الله، يعني ممكن يكون هي حباني فعشان كده بتاخد الحاجه بتاعتي، فانا ما عنديش اي مانع. انا من موقع هذا بقول لك عادي، مفيش اي مشكله، انا مش زعلانه خالص، انا فرحانه جدا ان افكاري بتعجبك، وان انت بتسمعي فيديوهاتي وبتاخديها بتطبقيها. بس اي حد بقى، انا قلت لكم بقى اول مره يجي لي جفت وحاسبت عليه، والله العظيم حاسبت عليه، ما قبلت ابدا ان انا ما حاسبش عليه. تطلبوا منها العسل وهيعجبكم على ضمانتي. هي قالت لو مش عاجبك ابعتيه ليا تاني وما تجيبيش فلوس. لا قسما بالله قبل ما افتحه هبعت لك الفلوس، علشان انا واثقه في كلامك. انا مش عارفه ليه واثقه في كلامك، وفعلا بعته لها، وهو موجود عندي بقاله يجي 4 ايام او اسبوع، والله ما فاكره. فقلت اما اطلع اصوره ليكم، لو حد حابب يجيب عسل من مكان مضمون. انا مش بحب شغل الاونلاين، بخاف منه، لان اللي بتشوفوه غير اللي بيجيلكوا. فانا بقول لكم انا اتعاملت معاها وهي ما شاء الله شغلها كويس وثقه، واللي خلاني اثق فيها ان انا حسيت فيها بكده، زي ما انتوا بالظبط بتثقوا فيا وبتثقوا في شغلي. بس كده. والفيديو الصغنن ده كان علشان كده، والجو حر قوي وما بقدرش اصور، يا دوبك بخلص الشغلانه بالعافيه. ادعوا لي كده. بصوا اللهم بارك، التقفيلات، حاطه مروحه في الارض ومروحه في السقف، مش قادره خالص. لسه مخلصه دلوقتي شويه اوردرات قفلتها، قلت عشان اسلمها ان شاء الله. فانتوا ادعوا لي دعوه حلوه من القلب، ولكم بالمثل. وما تنسونيش، ويا رب ما اكونش ضيفه تقيله على قلوبكم. ودلوقتي اقول لكم استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.